ما الذي تراه في المربع أمامك؟ بكل صدق اكتبه في التعليقات واسمع المفاجأة. إننا نعيش في أشد العصور تعاسة على الإطلاق. بالله عليكم، أليس معيبا أن نرى تلك النقطة السوداء الصغيرة ونتجاهل ذلك المربع الكبير الأبيض؟ وللأسف هذا واقعنا في حياتنا اليوم. ننظر إلى أخطاء الآخرين وزلاتهم وننسى محاسنهم. ينظر الشخص منا إلى مساوئ زوجته أو أخطاء زوجته الصغيرة وينسى جميع محاسنها، وبعد ذلك نقول نريد أن نكون سعداء ونحن نتبع أخطاء الآخرين وزلاتهم. نريد أن نكون سعداء ونحن نتجاهل الحياة السعيدة. البعض منا يقول أنا في حياة تعيسة، يتجاهل النعم التي بين يديه ويفكر في النعم المفقودة. ولو تفكر الإنسان في النعم التي بين يديه لعاش سعيدا وفي راحة واطمئنان، ولكننا ننظر إلى المفقود ولا نتأمل الموجود. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فانظروا إلى الأشياء الجميلة، استمتعوا بالحياة، انظروا إلى محاسن أصدقائكم، أولادكم، زوجاتكم، أصحابكم. لا تنظروا إلى المساوئ وتلك النقاط السوداء الصغيرة فتعيشون تعساء. أسأل الله لكل من ساهم في نشر الخير والسنة ونشر هذا المقطع بين هذه الأمة أن ينظر وجهه في الدنيا والآخرة. إذا أحببت أن تستفيد أكثر تابع حسابي، يعطيك العافية.